انما شات جي بي تي حاجه مختلفه تماما. هو مش مجرد روبوت بيرد على اسئله، لا ده بيقدر يبحث على الانترنت وبيجيب مراجع وبيدور لك على المعلومه اللي انت عايزها، وكمان بيتعلم من الكلام اللي انت بتتكلمه معاه، وكل مره بيتحسن لدرجه انه بقى بيحل مشكلات معقده ويكتب مقالات ويترجم لغات، وكمان بيصمم اعمال فنيه. ده غير السرعه في الرد والثبات في النتائج والتفاعل الطبيعي بتاعه اللي وصل لدرجه تكاد تكون مطابقه للطبيعه البشريه، لدرجه انه ممكن يقلش معاك ويقول نكت وكمان يتعاطف معاك. العجيب ان شات جي بي تي ده في ناس حاولت تساله اسئله متشابكه لدرجه انه بدا يقدم اجابات عبقريه، وبعض الناس اكتشفوا ان هو بيجاوب على اسئله ما كانوش متوقعين الاجابه عليها من جهاز كمبيوتر. ناس كمان اكتشفت ان شات جي بي تي ده بيقدر يتنبأ بتوجهات التكنولوجيا المستقبليه، وبيقدم حلول لمشاكل معقده في مجالات كتير، لدرجه ان في اشاعات عجيبه وغريبه عليه ان جواه وعي بشري او ارواح شريره لناس تانية كانوا عايشين زمان. يعني شات جي بي تي ده طلع في الاخر ايه، ذكاء اصطناعي ولا حاجه تانية؟